نعطي انطلاقة للسنة التكوينية. وصل عدد المتدربين والمتدربات ل 680 ألف، أكثر من النصف ديالهم في السنة الأولى. القطاع الصحي وصل 52 ألف متدرب ومتدربة في أكثر من 300 ديال المؤسسات. كاين إقبال كبير على القطاع الصحي في هذه المؤسسة. مثلا من 250 مقعد بيداغوجي الطلب راه وصل ل 8000، باش تعرفوا أنه طلب كثير وكثير جدا في عدد من الشعب. والتكوين المهني هو كيف ما كتعرفوا كيحظى بالعناية ديال سيدنا الله ينصرو. مدن المهن والكفاءات بالأمر ديال سيدنا الله ينصرو غينطلقوا في كل من بني ملال وطنجة، وغنوصلوا لواحد العرض اللي غيفوت 22 ألف غير في المدن ديال المهن والكفاءات برسم هذه السنة تنفيذا للتعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. ما تنساوش على أنه كذلك كنكونوا في وسط المقاولات، وفي المقاولات كاين ما يسمى بالتكوين والتدرج المهني. اليوم غادي نشوفوا بعد هذا يعني محل واحد آخر اللي فيه تقريبا 3300 ديال المتدربين والمتدربات في اطار التدرج المهني، اي انهم كيقراو ومن بعد راه تيخدموا. اكثر من 80% تيخدموا في المجال ديال ال ال يعني الالياف ديال السيارات. وكنظن على انه اليوم وصلنا لواحد المستوى ديال النضج اللي كيجعل التكوين المهني واحد القاطره مهمه بالنسبه للمواطنات والمواطنين. وحتى الداخليات زدنا فيهم، راه وصلنا 143 داخليه، زدنا 4 ديال الداخليات، درنا 24 مؤسسه جديده باش نقدروا نكونوا في المستوى ديال الطلب المتزايد وكثير. ما تنساوش التكوين المهني فيه التقني المتخصص اللي عنده الباك، وكاين التقني اللي عنده النيفو باك، وكاين كذلك المستوى ديال التاهيلي اللي كيكون تيخرج من التعليم الثانوي او التاهيلي. وهذا الاقبال المتزايد كيجي معاه واحد الميزانيه مهمه كنوفروها في الحكومه تنفيذا للتعليمات ديال سيدنا الله ينصر. لان باش هاد المتدربين يقدروا يقراو واحد القرايه اللي تكون في المستوى، خاصهم داك يعني التداريب اللي كيديروا في وسط المؤسسات ديالهم تكون في مستوى عالي في المجال السيارات، في المجال الطائرات، في المجال ديال المهن الصحيه، وفي عدد من المجالات. كما كتشوفوا حنايا دابا في البلوك اوبيراتوار، هاد لاصال هاد اللي كتعاوننا اننا نديرو دي سيمولاسيون ريال اي بارفيت. الوغ في هاد لا فورماسيون عندنا 2 زون. لا بروميير اني كنقراو فيها دي موديول بحال اس ان اس اس، الاناتومي، فارماكولوجي، لي جين اتسيتيرا. وكتبقى لنا هاد لا دوزيام اني اللي كنديرو فيها التخصص ديالنا اللي هو البلوك اوبيراتوار. ابخي ممكن انك تكمل ليسونس، ماستر، دكتوراه اللي بغيتي داك الساعات. الوغ النهار اللي كنجيو ليستيا كندوزو واحد ليكزامان يعني ديال لو تيست ديال بوزيسيونمون في ماي واي. الوغ داك لو تيست هذاك ابخي الريزولطا ديالو هو كيبين لك واش انك يعني ممكن داك البيرسوناليتي ديالك واش غتكون في هذا الدومين هذا ولا غتكون في ان اوتر دومين. راه كاينين دي زوتر برونش ممكن انك تانتيغرا فيهم. اختاريت هاد الفيليير حيت كيعجبني نعاون الناس ونكون قريب لهم اكثر، وكنطمح ندوز بنظام الممرات التكنيسيان في شعبة التعقيم او الترويض. بحكم انا كيعجبني ديجا الدومين د لا سونتي، وكنت كنقلب على شي فورماسيون زعما اللي نقدر نرتاح فيها. صراحه مزيان، فهمتي، كتعاون الناس، كتحس براسك مرتاح وانت كدير داك الشيء اللي كتبغي. التجهيزات اللي عندنا كافينا، ما زعما ما كنلقاوش شي مشكل لا من ناحيه الاساتذه لا من ناحيه الماتيريال، كلشي كاين، وحتى المؤسسه موفره لنا جميع الاحتياجات ديالنا. اليوم جميع مؤسسات التكوين المهني التابعه لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل فتحت الابواب ديالها لاستقبال متدربي السنه الثانيه، في حين ان متدربي السنه الاولى اللي كيبلغ العدد ديالهم 275 الف متدرب ومتدربه سيتم استقبالهم يوم الجمعه 16 سنبير ان شاء الله. عرض التكوين هذه السنه كيتميز بافتتاح 20 مؤسسه جديده، من بينها 3 مدن للمهن والكفاءات المرتبطه بدار البيضاء، طنجة وبني ملال الخنيفرة، بالإضافة إلى 15 مؤسسة قطاعية ومتنوعة التخصصات في مختلف أنحاء المملكة، زائد خليتان للتكوين اللي تم الإنجاز ديالهم داخل المؤسسات السجنية. هاد الجهاز التكويني كيوفر بالنسبة لهذه السنة 415 ألف مقعد بيداغوجي، كيغطيو 18 قطاع متنوع، وكيوفروا 276 شعبة وتخصص متوج بدبلوم، بالإضافة إلى أكثر من 400 تكوين تأهيلي اللي المدة ديالو كتراوح من يومين إلى سنة تكوينية كاملة على حساب الرغبات والطموحات ديال الشباب.
من بين الجديد ديال هذه السنه هو افتتاح ولا اعطاء انطلاقه رسميه للتكوين في الجهاز التكويني القطاعي ديال المكتب المرتبط بقطاع الصحه. هذه اول مؤسسات قطاعيه في هذا القطاع كنعطيو الانطلاقه ديالها. اليوم هما 3 ديال المؤسسات اللي التكوين غيبدا فيهم في نفس الوقت، في مكناس، في وجده وفي بني ملال. وهذه المؤسسات تم الانجاز ديالهم بشراكه مع لو ميلينيوم تشالنج كوربوريشن دون لو كادر ديال لو فون شراكه. بالاضافه لهم كان اون اون تران دو رياليزي مؤسستان متخصصتان في مهن الصحه في الرباط والدار البيضاء، مرتبطتان باتفاقيتان تم توقيعهما امام انظار صاحب الجلاله نصرهما. سونز اوبليي 6 ديال الوحدات متخصصه اللي مدمجه في مدن المهن والكفاءات. 3 منهم تم انطلاق الدراسه فيها في كل من اكادير نادور العيون، و3 غيتبعوا ان شاء الله في فاس ومراكش وطنجه. بالنسبه لهذا لو سيكتور كينوع عرض التكوين ديالنا باضافه 15 تخصص جديد اللي تم اختيارهم ان كونسيرتاسيون مع لي بروفيسيونيل ديال الميدان، واللي جا هذا العرض باش يغطي واحد الفراغ اللي كاين ما بين المستوى ديال الممرض والمستوى ديال لي سوانيون en créant les spécialités des auxiliaires de soins. عندنا كذلك التكوين ديال لي سوانيون، عندنا les métiers d'autres spécialités بحال la maintenance biomédicale, la radiologie et imagerie, les analyses et laboratoires médicaux, les opérateurs de stérilisation. بلا ما نساو واحد les métiers support واللي كيأثروا بشكل فعلي على الجودة ديال le service de soins. اللي فيهم لو برانكارديي، لامبولانسيي، لو سكرتاريا ميديكال، لاسيستون دونتير، لو بريباراتور ان فارماسي، وواحد المجموعه ديال التكوينات اخرى. الا لاحظتيو اكثر من 50% ديال ولا تقريبا 50% ديال المساحه ديال هذه المؤسسه كتحتضن لو بلوك دو سيمولاسيون، واللي هو واحد ميني كلينيك، فضاء مصغر ديال مصحه اللي فيها جميع الفضاءات المرتبطه بالتخصصات السابقه الذكر، واللي كتوفر الامكانيه افكتيف اننا نديروا تطبيقات في نفس الظروف او الا ما كانش نفس نقولوا في ظروف جد مشابهه للواقع ديال الواقع المساحات. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.